كيفكم يا بنات؟ وجبت لكم التوتوريال. أول شيء ببدأ أرطب بشرة الموديل واستخدمت مرطب البشرة من كلينيك. رطبي البشرة، وأقول هذه المعلومة 1000 مرة، رطبي البشرة بالمرطب اللي تشوفينه مناسب لك. إذا أنت تسوين الميك اب لنفسك وإذا تسوي الميك اب للعميلة استخدمي مرطب يناسب أغلب البشرات. تمام؟ بعدها بتبدأين تمشطين الحواجب، واستخدمت جل الحواجب من جود تو بي. مشط الحواجب مرة كويس. ما شاء الله حواجب الموديل أصلا نظيفة وحلوة. يعني تقدرين ترسمينها الرسمة اللي انتي حابة انك ترسمينها، وتناسب الميك اب اللي بتسويه وتناسب المناسبة كمان اللي هي بتحضرها أو بتروحها. تمام؟ طيب بعدها ببدأ أرطب تحت العين، واستخدمت المرطب يا بنات من كلينيك لتحت العين، لمنطقة تحت العين. طيب أنا في هذا الموديل بسوي ميك اب ثقيل، ميك اب سهرة، يعني زي ما احنا نقول كذا شوي اوفر. كل وحدة وذوقها، وكل وحدة تشوف الشيء اللي يناسبها. وأنا صراحة أحب إني أسوي كل شيء علشان الناس تاخذ الشيء اللي يعجبها ويناسبها إذا عندها مناسبة. بعدها بدأت إني أسس الجفن، واستخدمت عجلة كيرولاين، وحطيت اللون يعني المتوسط على الجفن كامل، وأخذت اللون الأفتح ونظفت فيه تحت الحاجب. طيب خلينا نكون متفقين، إذا أنت ما تحبي إن يكون شكل الحاجب جدا مرسوم، معناها بتسوين هذه الخطوة وبترسمين شعرات نهاية الحاجب وما ترسمينها من قدام. تمام؟ لكن إذا أنت تحبين الحاجب يكون مرسوم بترسمينها كاملة زي ما أنا حسوي. طيب الآن بنبدأ نسوي الأي شادو ونسوي اللوك اللي نبدأ فيه العين. لما تسوين لوك جريء أو لوك ثقيل، أول شيء بتبدأين بالأساس باللون الانتقالي. اللون الانتقالي اللي استخدمته يا بنات اللون البني. تقدرين تستخدمين اللون الموف، تقدرين تستخدمين اللون الأورنج، استخدم اللون اللي يناسبك، بس أنا دايما أحب إن العين تكون فيها شوية دفء، فأحب إن يكون اللون البني هو اللون السائد. أول شيء بتبدأين تحددين السحبة بعد اللون الانتقالي، وتحددين السحبة بالأي شادو الأسود. إذا أنت مبتدئة أو ما عندك تحكم في كمية اللون الأسود استخدمي البني الغامق. تمام؟ بعدها بتاخذين فرشة صغيرة وتبدأين تدمجين مرة كويس اللون الأسود اللي أنت حطيتيه مع اللون البني اللي أنت ثبتي فيه الكونسيلر. تبدأين تدمجين مرة كويس. بعدها بتاخذين فرشة كبيرة، تاخذين نفس اللون الانتقالي وتدمجين أكثر وأكثر وأكثر. حابة أفهمكم إنه أنا يا بنات لما أصور توتوريال ما أشوف الجهة المو مقابلة لي. فهمتوا كيف؟ يعني أنا لما أشتغل بيدي اليمين، فتكون الجهة اللي قريبة مني هي جهة الموديل اليمين، لكن الجهة حقتها هي نفسها اليسار أنا ما أشوفها كويس. بعد ما دمجت أخذت الإضاءة شيء بسيط وحطيته تحت الحاجب. تمام؟ أرجع أدمج مرة ثانية وأخذت لون بني أغمق، وبدأت إني أعزز اللون البني أكثر. تقدرين تستخدمين اللون اللي انتي حابة انك تستخدمينه. تمام؟ بعد ما حطيت اللون البني على كامل الجفن ودمجت، بدأت اني استخدم الجليتر. هذا الجليتر يا بنات اللي الاغلب سألني عنه، هذا الجليتر من انجلوت. تمام؟ هذا الجليتر من انجلوت درجة 85. طبعا معروفة الجليترات حقت انجلوت يا بنات، الدرجة رقم 85. تمام؟ بعدها أخذت فرشة دمج وأخذت لون موف، وهذه الحركة جدا مهمة وركزوا معي. إذا أنت حابة إنه يكون الميك اب على الفوشي، بتاخذين أي شادو فوشي وتدمجين ما بين الجليتر وما بين اللون البني. إذا أنت حابة إنه يكون بني بس، بتاخذين لون بني على محمر. لا، أنا حابة إن الميك اب شوية يروح على الموف أو البنفسجي، فأخذت لون أي شادو موف وحطيته ما بين الجليتر ودمجته ما بين الجليتر وما بين البني. وهنا سويت لكم زوم أكثر عشان كل شيء يكون واضح في التوتوريال. بعدها بدأت إني أعكف الرموش. عكف الرموش يا بنات هي خطوة مهمة. ليش؟ عشان لما تركبين الرموش ما يصير في فرق ما بين الرموش اللي أنت مركبتها ورموشك الأصلية. تمام؟ بعدها ببدأ أحط المسكرة، وهنا استخدمت هذه المسكرة يا بنات من بورجوا. تمام؟ طبعا أنا أعرف الموديل، يعني أنا وهي نعرف بعض، فكان الكلام كثير، فعادي.
بعدها بتاخذين الكحل، وهنا استخدمت هذا الكحل يا بنات من انجلوت، وبدأت إني أعبي فيه الجفن العلوي من الداخل. هذه الحركة جدا مهمة، هذه الحركة جدا مهمة، لا تستهونين فيها لأنها حركة تعطي نظرة للعين جدا حلوة. تمام؟ يعني جرب إنك تحطينها وجرب إنك ما تحطينها، بتشوفين الفرق. طيب بعدها حطيت كمان من تحت وما قفلت العين، والآن ببدأ إني أشتغل في البشرة. استخدمت هنا يا بنات هذا الجلو من ماك، وبدأت إني أوزعه على كامل البشرة. كل شيء تحطينه على البشرة أعطيه وقته إن البشرة تتشرب هذا الشيء، لا تحطين طبقات فوق بعض، لأن الطبقات فوق بعض هي اللي حتعطيني إيش؟ الشكل المتكتل، الشكل اللي مو نظيف، الأشياء اللي إحنا ما راح نحبها، ويعني ما راح تحبين شكلك، بتشوفين أخطاء. فهمتوا كيف؟ طبعا مسرع الفيديو يا بنات، فكل شيء أخذ وقته. بعدها بدأت أحط لها الفاونديشن، وبدأت إني أوزعه على كامل البشرة، واستخدمت لها يا بنات نارس درجة جوبي. تمام؟ وبدأت إني أوزعها على كامل البشرة. ممكن تشوفي إن الفاونديشن فاتح بس هو مو فاتح، البشرة حقتها أغمق شوي من جسمها، لون الفاونديشن مو فاتح عليها. وركزوا يا بنات إنه في كونتور في بلشر، فلا يعني أنا ما أحب إني أخلي البشرة لونها في الأساس غامق شوي وبعدين أرجع مرة ثانية أغمقها بالكونتور والبلشر، فراح يصير إن الشكل البشرة ما فيها بهجة. فهمتوا كيف؟ راح يصير في ظلام. بعدها بدأت أحط الكونسيلر، وهنا استخدمت هذا الكونسيلر يا بنات من ليف درجة نود 42. قلت لكم هذا الكونسيلر ما صرت أستغني عنه الصراحة، خرافي. بعدين ببدأ إني أكمل وأحط لها البلشر الكريمي، وببدأ إني أوزع البلشر الكريمي. لا تقولين إنه كثير لأن أنا أحتاج الثبات، وقلت لكم أنا من الناس اللي عندي ميك اب سهرة أحتاج الثبات في شغلي. بعد ما تحطين البلشر بتبدأين تحطين كونسيلر التنوير، وبنكمل الخطوات في بارت 2. إذا عجبكم الفيديو واستفدتوا حطوا لي لايك وتعليق حلو، وشكراً. كيفكم يا بنات؟ ورجعت معاكم في بارت 2. بعد ما خلصنا البلشر الكريمي ببدأ إني أحط اللون للتنوير، واستخدمت يا بنات هنا الكونسيلر للتنوير من تارت درجة لايت ساند. طيب بعدها أخذت الكونتور، استخدمت كمية جدا بسيطة يا بنات من الكونتور من كيرولاين، وبدأت إني أحطها بس عشان أصغر يعني أخلي الجبهة شوي أصغر من الحواف. طيب هل في درجات كونسيلر تقدرين تستخدمينها على أغلب البشرات؟ إيه، لكن الطريقة والكمية هي اللي تفرق معاكي 1,000,000%. وبسوي لكم فيديو، بس ذكروني أسوي لكم فيديو عن الكونسيلر، فيديو كامل خاص بدرجات الكونسيلر وكيف تستخدمين الكونسيلر وكيف تحطينه بطريقة صحيحة على الوجه بدون ما يتكتل. ومن هنا تقدرين تعرفين إيش الكونسيلر اللي يناسب بشرتك وإيش هي الماركة اللي تناسب بشرتك. شوفوا يا بنات، بعد ما حطيت ببدأ إني أدمج. لما تدمجين الكونسيلر لا تروحي تدمجينه وتوزعينه على كامل المنطقة تحت العين وتوزعي وتفرشين فيه، لا، هو بس إنك تطبطبي بكمية بسيطة. تمام؟ بعدها أخذت كمية جدا بسيطة من عجلة كيرولاين يا بنات من نفس الكونسيلر، وبدأت إني أحط على خط المدمع وكأني بسوي كات كريس، ولكني ما سويت كات كريس. شايفين كيف يا بنات؟ زي ما انتم شايفين. طب هذه الحركة ايش هي فائدتها؟ اولا شكل جديد، هذا اول شيء، شيء جديد في الميك اب، يعطي فخامة للميك اب، يعطي شكل وانسيابية كذا مرة حلوة لشكل العين. ثانيا إذا أنت حابة إنك تخلي فيه مدى فوق العين، ما يصير كل شيء غامق 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 فتحسي كأنك ماخذة بوكس، هذه الحركة جدا تعطي شوية نعومة. تمام؟ بعدها أخذت إضاءة لونها وردي وبدأت إني أحطها على بداية المدمع. تمام؟
شايفين كيف يا بنات صار في نعومة شوي، مو من أول العين أو من بداية زاوية العين اللون غامق، لا، هذه الحركة أعطتني شوي لون فاتح، فأعطتني تدرجات، فصار الشكل أنظف. تمام. بعدها أخذت الكونتور وبدأت إني أحط على الآن. طيب يا بنات، أرجع مرة ثانية وأقولها، خلينا نكون واضحين، كل شيء أنت تحطينه بالنسبة اللي أنت حابة إنك تحطينها. بعدها بدأت إني أثبت تحت العين، وهنا استخدمت بنات اللوس باودر من هدى بيوتي. استخدمت درجتين، الدرجة الأولى اللي هي تشيري بلوسم، اللي هي تكون لونها وردي يا بنات، عارفينها؟ هي تشيري الوردية، وحطيت معاها كمية متوسطة من الكب كيك، يعني ما خليتها بس الوردية، لا، الباودر اللوس باودر الوردية مع الكب كيك. ليش؟ لأن هي ميكبها على الورديات وعلى الموفات، وبالتالي حلو إن يكون لون بشرتها فيه يعني على الأندرتون حقها يكون على الوردي. حلو. تمام. بعدها بتبدأي تسوين البيكنج. إذا سويتي بيكنج وإنتي عندك مكان ما زال فيه رطوبة، معناها بتاخذين منظر مزعج، ما راح يكون المنظر تحت العين نظيف. تمام. عشان كذا يا بنات نصيحة، كل آرتست تتبع طريقة البيكنج، أو إذا أنت نفسك تحطين ميك اب لنفسك وحابة إنك تمشين على هذا المنهج، يعني في الميك اب إنك تحطين بيكنج عشان تصير المنطقة تحت العين منورة ويصير ما فيها أي شادو ولا أي شيء، تأكدي من تثبيتك للكونسيلر بطريقة محترفة. تمام. بعدها يا بنات أخذت نفس لون الأي شادو الانتقالي اللي حطيته من فوق بس الوردي، وأبدأ إني أحطه تحت العين، وبعدها وقبلها أقصد حطيت اللون الموف إذا لاحظتوا. بعدها باخذ فرشة صغيرة، باخذ لون موف غامق، وأبدأ إني أمشي على خط الرموش زي ما أنتم شايفين. أوصلي للمرحلة اللي تشوفينها مناسبة عندك من الأفورة، وقفي. يعني مثلا تقولي لا أنا بكتفي إني أحط بس وردي تحت العين، أوكي خلاص كملي وحطي مسكرة وشوفي، بعدين غمقي واحدة واحدة. لكن أنا كآرتست، أو إذا في آرتستات يتابعون الفيديو بيكونوا عارفين إيش الدرجة اللي حابين يوصلوا لها، فهمتوا كيف؟ بس إذا أنت تسوي لنفسك ميك اب، لا تروحي تسوي ميك اب زي كذا يوم المناسبة، عشان لا بتطلعين أراجوز، انتبهي. تمام؟ هذه الأشياء لما تبغى تسويها سوي بروفات بروفات لين توصل للمرحلة اللي تشوفينها مناسبة لك، تشوفي إيش اللي تبغى تكمليه وإيش اللي تبغى تحذفيه. بعدها فتحت العين من الجنب أو من الأطراف بكحل إنجلوت. تمام. نفس الكحل الأسود يا بنات، لكن هو من لونه بيج، يعني اللي تحطينه بالفرشة أقصد. تمام. مرة واحدة كلمتني قالت لي والله إيمان كل فيديوهاتك أغلب ميك ابك في فتحة العين هذه. طب هذه اللي أنا اشتهرت فيها، يعني على فكرة يا بنات أنا كنت من أوائل الآرتستات اللي سوت هذه الحركة، يعني صاروا الآن ناس كثيرة تسويها، بس أنا كنت من أول الآرتستات اللي تستخدم الكحل البيج عشان تعطي توسعة للعين من الطرف، وأحط الرموش الطرف وأسحب العين. يعني اللي متابعيني من زمان عارفين هذا الشيء، فهذا الشيء اللي ينطلب مني. تمام. طيب إذا سويتي هذا الميك اب ينفع يا إيمان ما أحط كحل بيج وأخليه أسود؟ طبعا ينفع وبيكون خرافي. تمام. طيب بعدها ببدأ إني بعد ما حطيت خلاص سحبة العين، ببدأ الآن إني أركب الرموش. هنا يكون عندك اختيارين، إنك تركبين رموش طرف أو إنك تركبين رموش كاملة. أنا تكلمت من البداية، أنا يا بنات جالسة أسوي ميك اب ثقيل، ميك اب سهر ثقيل، يصير أنا بركب رموش كاملة. مو معنى إنك تركبين رموش كاملة يعني تروحين تحطي مهفات، لا، ركبي رموش كاملة، رموش مسحوبة، يعني تكون قصيرة من قدام وطويلة من الطرف، صح ولا لا؟ شايفين كيف شكلها؟ مو ضروري أبدا يا بنات لما نقول رموش كاملة، يعني أوقات أنا أقول للزبونة رموش كاملة تقولي لا 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 لا، رموش كاملة مو معناها إن يكون شكلك مبتذل أو يكون شكلك مو حلو. تمام. بعد ما حطيت الرموش تنتظر شوية بس تنشف، بعدين شوفي زي ما أنا زي ما شايفين يا بنات، شايفين الغرة من فوق؟
طبع عادي، خليه ينشف تماما وبعدين شيليه يتقشر معاكي بكل سهولة. لا تسوي أي تعديل في أي شيء وفي أي غلط في الميك اب إلا لما ينشف تماما. لا تنسي أي شيء بيكون رطب بتحوسين. بعدها بدأت إني أسوي الأيلاينر، سويت المدمع، سويت الأيلاينر أقصد من الطرف وسحبته، وبعدين ببدأ إني أحط الجليتر. فوق هذا الجليتر حطيت جليتر وردي من فينتي بيوتي، تمام، عشان أبغى هذا التدرج. وببدأ أكمل الدمج، وبنكمل مع بعض الميك اب يا بنات. معلش سامحوني لأن التوتوريال طويل، بنكمل مع بعض في بارت 3 واللوك النهائي. إذا عجبكم الفيديو واستفدتوا حطوا لي لايك وتعليق حلو، وشكرا. كيفكم يا بنات؟ ورجعت معاكم ببارت 3 بعد ما ركبنا الرموش وحطينا الرموش تحت. طبعا رسمنا المدمع بس ما أعرف وين راح الفيديو. المهم ببدأ الآن إني أرسم الحواجب، وزي ما قلت لكم في بارت 2 إذا أنت حابة إن يكون أو في بارت 1 معليش، إذا أنت حابة إن الحواجب تكون ناتشورال لا ترسمينها من قدام، أرسميها من الطرف بس كذا. شفتوا كيف؟ بس من قدام مشطيها بشوية أي شادو. لكن إذا أنت حابة إن تكون الرسمة واضحة ارسميها زي ما أنا برسمها الآن، تمام؟ طيب أنا من البداية قلت إنه هذا الميك اب ميك اب سهرة ثقيل، يعني في أي شادو في جليتر، فصراحة أنا حابة إنه يصير كامل اللوك ثقيل سهرة. فأنا حطيت أي شادو، حطيت أي شادو غامق أقصد، وحطيت جليتر وحطيت رموش كاملة، يصير برسم الحواجب رسمة كاملة، تمام؟ استخدمت يا بنات في رسم الحواجب قلم الحواجب من NYX درجة إسبريسو، وأنا أستخدم هذه الدرجة لأغلب زبايني، تمام؟ أغلب زبايني. طيب كيف أتحكم في اللون أو أتحكم في الخفة أو كذا؟ أتحكم في رسمتي أو مسكتي للقلم، فهمتوا كيف؟ وأوقات ما أرسمها من قدام أبدا، خلاص أنظفها وأرسم من الطرف وبس. بعد ما أرسم الحواجب خلاص يا بنات خلصنا ميك اب العين، خلصنا تثبيت البشرة. لو تلاحظوا يا بنات أنا يعني ما أحط شيء في يدي وأتكي على الوجه. ليش؟ أنا أثبت البشرة مرة كويس، يعني ما أخليها فيها رطوبة، لا، أحب إن البشرة تكون مثبتة تمام، لأن أنا عندي سهرة وعندي يوم طويل وعندي ألف أحد بيسلم علي وألف يعني فعالية بسويها، إذا كان برقص، إذا كان بروح أجي، إذا كان بكون مثلا أخت العروسة وجالسة أساعدها في أشياء. فضروري إني تكون عندي ميك اب ثابت. هذا الشيء لا تنسونه، لأن في بعض الارتستات تنسى فكرة إنه هذا الميك اب المفروض يظل على ما هو عليه أقل شيء 6 ساعات، أقل شيء. بعدين إذا يبدأ يخف أوكي، بس أقل شيء. بعدها بدأت أحط البلاشر يا بنات، واستخدمت هذا البلاشر من رولز، تمام؟ شايفين؟ بعدها ببدأ إني أشيل كل البيكنج الزيادة اللي تحت العين. وزي ما قلت لكم يا بنات التصوير الإضاءة في وجه الموديل، فأنت تخيلي إنك تكوني مثلا كأنك حاطة كشاف كبير في وجهك، فبتشوفين كل شيء واضح زيادة عن الطبيعي مثلا 50%، تمام؟ زيادة يعني 150% بتشوفين الأشياء واضحة. أكيد أنت ما راح تمشين في المناسبة وماسكة كشاف في يدك، صح؟ لكن أنا أسوي كذا في التصوير علشان يكون الشغل واضح لكم، لكن في الواقع بتشوفين الميك اب أروق، يعني أهدى، فهمتوا كيف؟ بعدها حطيت الفيكس بلس، واستخدمت فيكس بلس يا بنات من أوفرا. وبعدها بدأت إني أحط الإضاءة، وأبدأ إني أحط الروج، وأبدأ إني أسوي كل التاتش النهائية للوك. يعني الآن يا بنات أنتوا بتشوفوا مثلا البلشر كأنه كثير، بتشوفين رسمة العين حادة مرة، بتشوفين الكونتور واضح مرة، هذا لأن الإضاءة في وجهها، فهمتوا كيف؟ لكن في الواقع أنا إنسانة أحب إن الميك اب يكون واضح، لكن هو في الواقع واضح لكن مو لدرجة يعني إنه يكون الشكل مو انسيابي، لا. هذا شيء. الشيء الثاني، لما تحطين الميك اب بذا الشكل وبعدين ترجعي تحطين
طبعا هنا يا بنات استخدمت البليت اللي كلمتكم عنه من ليف، من أجمل الإضاءات الوردية اللي استخدمتها، لأنه إضاءة وبلشر يا سلام. خلي يدك خفيفة في البداية وبعدين كثري زي ما تبغي، تمام. بعدها ببدأ إني أحدد الشفايف، وهنا قالت لي إن هي حابة إنها تحدد شفايفها بنفسها، تمام. فبتحدد، وهنا استخدمنا يا بنات كمان المحدد من ليف درجة 227، رقم المحدد يا بنات 227. طيب أرجع أتكلم في نفس الموضوع. كل شيء أنت بتشوفينه جدا واضح هو في الحقيقة مو واضح هذا يعني بهذه الطريقة. الشيء الثاني إنه أنت في المناسبة أو أنا تكنيكي عموما في الشغل إني أحب كل شيء يكون شوي زيادة، لأنه بعد 4 ساعات مثلا بيثبت على شيء أو على وضع يجلس معاكي إلين ما تغسلين وجهك، فهذا الشيء هو اللي بيساعد على الثبات. فهمتوا كيف؟ فأنا ما أحط الأشياء الناعمة الخفيفة مرة دائما، لا. حتى وإن كان الميك اب ناعم دائما أنعم ميك اب العين، لكن البشرة أحب دائما إني أنا أخليها متأسسة تأسيس سهرة، تمام؟ طيب بعدها بدأت إني أخفف شوية بنات من اللون حق الروج، لأني حابة إنه يكون الروج على وردي وردي. فهمتوا كيف؟ فعشان الثبات سوي هذه الحركة وجدا بيثبت معاك الروج أو الجلوس. أخذت شوية كونسيلر وبدأت إني أوزعه على كامل شفايفها. بعدها ببدأ إني أستخدم الجلوس، واستخدمت هذا الجلوس كمان يا بنات من ليف درجته فظيعة، يجنن يا بنات. شايفين كيف؟ يعني كذا كأنه كاندي، كأنه شيء حلو، يعني سبحان الله يعطي شكل مرة حلو للميك اب. طيب وبكذا نكون خلصنا اللوك، وكل ما جلس الميك اب على البشرة كل ما صار أجمل، وكل ما اندمج كل شيء فيه أفضل وأفضل، وكل ما صار الميك اب انسيابي أكثر على البشرة. الآن بوريكم اللوك النهائي. طبعا يا بنات ما سويت شعرها، انت طبعا تخيلي اي تسريحة هي ممكن تسويها، مثلا ترفع، ممكن مثلا تخليه نازل، المهم يعني هذا اللوك النهائي. هنا استخدمت لها يا بنات هذه الإضاءة الخيالية من كارا بيوتي. طبعا كارا بيوتي من الماركات الفظيعة الفظيعة، إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أنا دائما أستخدم منهم أشياء، فآخذ منهم منتجات حلوة حلوة حلوة، فبسوي لكم لوك بمنتجاتهم. شايفين كيف الإضاءة يا بنات؟ إنها موية، إنها موية، يعني حرفيا تجنن. وبكذا بنكون خلصنا اللوك. إن شاء الله أنكم استفدتوا، إن شاء الله إنه عجبكم اللوك. إذا استفدتوا حطوا لي لايك وتعليق حلو، وشكرا.